مساء الفل. نتيجة ماتش النهاردة للأهلي مش وحشة، 2-1. هناك هيحتاجوا الوداد إن هم يفتحوا ملعبهم عشان يهاجموا عشان يعوضوا الجون، فهيبقى في المساحات دي اللي هو بيحب يلعب عليها كولر بحسين الشحات وبيرستاو وحمدي فتحي. ماتش النهاردة كولر عمل حركة ذكية أوي، إن هو على طول كان بيلعب حمدي فتحي راس حربة تاني. أول لما لقى إن الدنيا مقفلة معاه خالص وهم مقفلين واقفين ورا مرصوصين كويس واقفين كويس مركزين كويس معاه، بدأ يسحبه يخليه يلعب بمركز رقم 10. وبانت أوي إن هو كان بيلعب رقم 10 جامد لحد لما نجح وعمل أو صنع شبه صناعة للجون الأولاني للأهلي لحسين الشحات. فكولر بيفكر، كولر كويس، بس مشكلة كولر ان لما حد يبتدي يلعب عليه ما بيتراجعش. يعني ايه؟ يعني هو مكمل برضو بمروان عطية واحد وقدامه اتنين اللي هو الو ديانج وحمدي فتحي، ثابت على كده طول الماتش لحد ما بدأ يعمل تغييرات. جه في الجون ليه؟ علشان مروان عطية بيدافع لوحده والاتنين التانيين طايرين، او بالاخص يعني حمدي فتحي طاير اكتر، فانت بتتكلم في اتنين ديفندرات على تلات اربع لعيبة من الوداد. فهو ده الارتداد الدفاعي بتاع لعيبة خط نص الأهلي، ما كانش بالسرعة الكافية للعبة الهجوم بتاعت الوداد اللي كانوا طايرين قدام أكتر، فبدأوا يجابوا الجون الأول للوداد. الماتش صعب هناك، بس لو الأهلي استغل الفرص اللي بتجيله هناك الماتش هيفرق خالص، ولو جون واحد تاني هتولع هناك والدنيا هتبقى سهل أوي للأهلي. أنا اتكلمنا كده على كولر، اتكلمنا على حمدي فتحي. الأهلي لو باع حمدي فتحي هيخسر كتير. مفيش لعيب في مصر بنفس الكواليتي والمرونة بتاعة حمدي فتحي، فالأهلي هيخسر كتير قوي لو باع حمدي فتحي مش عارف يعوضه. زي مروان عطية كده مش هيتعوض. ألي ديانج ممكن يتعوض بأي لعيب تاني، لكن حمدي فتحي ما يتعوضش في أي لعيب بمصر خالص. مصطفى شوبير، الولد عليه ضغط من أول ما نزل. الولد خايف متعصب، علشان اسم أبوه عامل له قلق، الناس كلها مركزة معاه علشان اسم أبوه. نسيب اختلافاتنا مع والده خالص على جنب كده، لكن هو الولد، لا الولد خامة كويسة، هيجي منه. الولد واقف على رجليه كويس، الجون مش غلطته، فشوية شوية الولد جاي معاه بإذن الله. ماتش الأهلي الناحية التانية برضو هناك مش صعب إن شاء الله، الأهلي هتعدي معاه، ولو جاب جون الدنيا تفتح معاه هناك. شكرا.